إذا نحن الآن موقع ديوانكم بعد نهاية المباراة والتي انتهت بفوز مقنع لفريق كفر برا على شمشون كفر قاسم بنتيجة 4-1. أخ بسام، فريق كفر برا وعلى الرغم من أنه فريق شمشون تل أبيب ب10 لاعبين استطاع أن يتفوق 1-0. ما هو التغيير الذي جرى في فريق كفر برا لتنقلب هذه النتيجة رأسا على عقب؟ التغيير الوحيد اللي صار انه اللاعبين عندنا غلبوا المباراه، تغير عندهم شيء في عقلهم، فاتوا شوي شانانين، شوي عقلهم مش في المباراه. شمشون انه بغلبش، قلت لهم انا في غرفه الملابس انه برضه احنا ما بنغلبش في الفترات الاخيره، صرنا عده مباريات ما غلبناش، وفاتوا شوي مش عقلهم مش في المباراه. فلما شافوا انه شمشون بيلعبوا، كل احترام لفريق الشمشون رغم الابعادات ظلهم على الملعب واقفين وقفه زلام، حاولوا يعادلوا النتيجه بعد ما جبنا 2-1، ولكن في الاخير اللي انتصر انه احنا 11 لاعب هم 9 لاعبين، وهذا هو اللي انتصر بأزيد. اما كل احترام لفريق شمشون كفر قاسم، وقفوا وقفه زلام لاعبين 1-1 ولا الامام. شكرا لهم. نراك في كل سنه بانه فريق كفر برا بدون طموحات للصعود. هل في الموسم القادم ستكون طموحات لفريق كفر برا بالصعود إلى الدرجة الثانية؟ إن شاء الله. إحنا الطموحات بناء الفريق موجود صار له 7 سنوات بفضل ربنا طبعا وفضل عوني ريان. الطموحات الموجودة عندنا إحنا محبط بسبب إنه ما كانش عندنا ملعب بيتي. الحمد لله رب العالمين، الأيادي العاملة والمشايخ والمجلس المحلي تعاونوا على إقامة ملعب على مستوى عالي في كفر برا، وإن شاء الله رب العالمين النظرة إلى أعلى دائما إحنا موجودين عندنا، وإن شاء الله راح نبني فريق اللي من أساسه من البيت مع كامل لاعب تعزيز، على سبة إن نقاوم مش السنة الجاي. أنا بنصحش السنة الجاي، أما أخرى 2 أو 3 إحنا رايحين إن شاء الله نبني فريق إنه فريق للصعود للدرجة الثانية إن شاء الله. هل في الملعب البيتي الجديد الذي تم إنشاؤه في الموسم القادم إن شاء الله فريق كفر برا سيلعب في هذا الملعب؟ إن شاء الله رب العالمين هذه النية، ولكن في عندنا شوية عقوبات بالنسبة لغرف الملابس. إن شاء الله المجلس المحلي سيضع الميزانيات المناسبة لهذا الإشي، وإن شاء الله إنه كبداية خير إن شاء الله إنه راح نلعب السنة الجاية في بيتنا في كفر برا، مع إنه جلجولية طبعا عندنا بيت، ولكن عندنا تدريبات شوية صعبة في جلجولية، وظروفنا صعبة شوية بقت إن نلعب ونتدرب في خارج البلد. شكرا.